السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. في الساعات الأخيرة كلنا شاهدنا الأخ قران مشاكل، وهو طالع وجنبيه حماه، طالع بيستظرف وبيهبل بكلام بيقول فيه إن أنا جاييني عمي الساعة 1 الظهر ياخد الأمانة بتاعته. أمانة ايه اللي جاي عمك ياخدها الساعة 1 الظهر؟ احنا عارفين طبعا ان كروان بيحب ان هو يفتعل المشاكل، او هو من اسمه سبحان الله ليه رزق في اسمه، وان هو تحسه كده مش متزن عقليا، مش عاقل. الواد ده فيه حاجة في دماغه اكيد يعني. فبيقول ده عم جاي ياخد الامانة بتاعته، والامانة بتاعته ومش عارف ايه، عبارة عن ايه امانته. سيادته وهو في الفيديو قعد يرقص ويهزر ويضحك، وراح مطلع المنديل بتاع فض البقارة بتاع البنت. طب ده ازاي يعني؟ والراجل ابو البت قاعد جنبه، وده يهرتل بالكلام ويضحك، والتاني قاعد بيضحك له عادي يعني. طب انت اولا لا دينيا ولا اخلاقيا ولا يعني موضوع العقل ده احنا مرتاحين في ان انت مش غير متزن يعني. بس حاجة زي كده ما ينفعش اساسا ان انت تطلع تتكلم فيها او حتى تنوه عليها. ده الحمد لله ان البت ما كانتش طالعه معاها في الفيديو. انت حاجة زي كده مش عارف انا انهي عقل يتخيل انت يعني وصل بيك درجة الانحطاط الاخلاقي ان انت تطلع بمنديل عليه فض بكارة البنت، وقاعد يعني ذكر انت اوي يعني. طب ما كل الحيوانات فيها ذكر وانثى يعني. ده اقل حاجة عند اقل حيوان يعني. انت ما عملتش حاجة مع يعني. كله بيعمل القصة دي في, في الخلق اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، يعني في جميع خلقه. فانت ما جبتش حاجة. وبعدين حاجة زي كده يعني ده المفروض يعني فيها ستر. المفروض يعني انت مش عارف أو يعني اوصفها بيه. المهم في محامي، المحامي دوت طلع وراح رفع قضية على كروان مشاكل ان هو بيسيء للمجتمع، وبيسيء للأسر المصرية، وان ما ينفعش ان الولد دوت يعني. المهم رفع عليه قضية محامي كده، ان شاء الله القضية تكمل على خير وياخد فيها حكم عشان يهدى شوية. كمان ابتدى ان هو اهل البنت اللي هم شعبان عبد الرحيم يعني الله يرحمه، عمامها وكده، ابتدوا ان هم طبعا مستائين من اللي حصل دوت، ومتضايقين ازاي هو يطلع بالمنظر دوت. و والواد تحسه زي ما قلت لكم، والله الواد مش متزن يعني. انت بص روح بص على ابوه ده اللي اسمه الحاج علي ده، هتحسه كده راجل يعني هربة منه خالص يعني. يعني مش طبيعي. ما من حتى بيجيبوه على التيك توك كده، بيسألوه شوية أسئلة كده وهو بيجاوب إجابات لا تمت بالسؤال بصلة، ولكن الناس واخداها جايباها في حتة الضحك والهزار وبتاع، وهم سايقين العبط. يعني هم سايقين في الهبل ده يعني. عاجبهم ان هم يبقوا طالعين جماعة عبط وهبل يعني، عشان بياكلوا عيش من ورا عبطهم ده العبط المربح، او العبط اللي بيتربحوا من وراه. ده كان موضوع النهاردة، وانتظرونا ان شاء الله في اخبار جديدة، كل جديد على قناتكم، قناة استاذ مصر الاول محمد كريم. اترككم في حفظ الله ورعايته وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.